رسميا حسمت، امام عاشور اهلاوي، الخطيب يقصف جبهة مرتضى منصور، كوارث العزل واغلاق القيد داخل نادي الزمالك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. انا محمود محسوب ودي قناتي على اليوتيوب. شرفنا بالاشتراك في القناة واضغط اللايك التمام للفيديو ونخش في الموضوع على طول. هتكلم الاول عن عزل مرتضى، الحكم النهائي والزام وزارة الشباب بدعوى الانتخابات في الزمالك على مقعد رئيس نادي الزمالك. الاول كده، هو مرتضى ليه بيحارب على الغاء قرار العزل؟ ما هو من هنا لحد الانتخابات معروف ان هو يقدر يدير النادي ليه بسهوله جدا، وخاصه ان هو ما بيمضيش على اي ورق ولا بيعمل اي حاجه، ومعروف ان هو لو ترشح في الفتره اللي جايه هيكسب. لو فكرت شويه هتلاقي مرتضى بيشك في هدومه في الفتره الحاليه جدا، وباع اقرب الناس ليه زي سليمان وهدان وزي هاني زاده وزي احمد جمال. مرتضى مرعوب جدا الفتره دي لان القضاء، هو خايف ان القضاء يستبعده بسبب الطعون اللي هتتقدم فيه. الحاجه الوحيده اللي هتحسم ترشح مرتضى منصور في الانتخابات الجايه دي هي القضاء. مرتضى منصور لو ترشح هيتقدم فيه سيل من الطعون. الله، اصل بالعقل كده ازاي انت اسقطت عضويته وازاي يرجع في نفس الدوره الانتخابيه تاني؟ يعني ما بتفهمش كده، الامور فيها حاجه مش مظبوطه. هتظهر من هنا لحد الانتخابات والمفاجآت وردة. شوف يا مؤمن، كل اللي كلمتك عليه ده مع وجود عقوبات مالية على نادي الزمالك للاعبين سابقين زي اتشمبونج وبوطيب بحكم الفيفا وعقوبات يعني وفلوس لسه باقيه لمدربين برضه بحكم الفيفا، وتهديد بايقاف، وفي فلوس لانديه، النادي اللي كان بيلعب فيه شيكابالا وماريتيمو البرتغالي وكذا حاجه كده، وتهديد بايقاف القيد لثلاث فترات متتاليه. مع ان سياده الموسيقار مأكد لي ان الزمالك مش عليه جنيه لاي مخلوق، وانا بقولها لك اهو، سياده الموسيقار في الفتره الجايه دي بعد حكم العزل رسميا هيسيب المركب تغرق على الكل في الفتره الجايه وفي الايام اللي جايه دي، مع ان هو صاحب كل المشاكل دي وملزم بحلها. ولكن الموسيقار ما بيعملش حاجه لمصلحه نادي الزمالك. قالها عفيفي من زمن الزمن، مرتضى منصور ومصلحه الزمالك لا يجتمعان. الكابتن محمود الخطيب مخلي سياده الموسيقار دلوقتي بيلف حوالين نفسه ومش ملاحق من كميه الخوابير اللي جايه له من كل الاتجاهات، سجن وعزل وتحقيق ومحاكم وخساره، وبدل اللاعب اللي خد منه 3 كهربا ومروان عطيه، واخر واحد ده اللي هيطلع من عينه وهو امام عاشور. نسيت واحد، القندوسي، هو راح يخلص فيه، الاهلي راح جابه وخلص فيه. شفت بقى سياده الموسيقار الصوره اللي انت دفعت فيها 40 مليون جنيه او 60 مليون جنيه بتاعت عبد الله السعيد، جت عليك في الاخر بايه؟ اديك مش ملاحق ولسه الحبل على الجرار، والخوف مش من اللي جاي، الخوف من اللي بعده. بنسبة 99% إمام عاشور أهلاوي، الصفقة خلاص حسمت وسيكون متواجد في القاهرة أو في صفوف النادي الأهلي، والإعلان عن التعاقد مع إمام عاشور خلال ساعات قليلة من الآن. كل ميركاتو بنفضل نزيط ونطبل ونزمر والأمور تطبخ ومش عارف إيه والأشياء تحدث، وفي الآخر الأهلاوية بالنسبة لهم، بالنسبة للفريق أو بالنسبة لتدعيم الفريق، بنفوق على الخازوق. هو مش سر يعني إن إمام عاشور كان موافق على اللعب بالنسبة للنادي الأهلي، لأن الموضوع ده من زمن الزمان، وهو كان من قبل حتى ما يمشي من نادي الزمالك وهو كان موافق. وده كان السبب الرئيسي في ان امام عاشور بعد هو بيمشي رفض انه يمضي على البند في عدم اللعب في مصر الا النادي الزمالك. امام عاشور مضى للاهلي ووافق والدنيا جميله جدا خالص، لدرجه ان هو استغنى عن بعض مستحقاته لنادي ميتلاند الدنماركي علشان يخلص الموضوع وينجز في الموضوع اكتر، وما عادش الموضوع يحتاج لقعده لنهائي وما تقولش وتقول والكلام من ده كله. على فكره كولر كان موافق على امام عاشور من بدري جدا، وكان بيفضل ان امام عاشور يجي الاهلي احسن من رضا بوبو، وقال عليه كمان ان هو له الاولويه عن رضا بوبو. بمناسبه بقى رضا بوبو دي المفروض تكون اسهل صفقه بالنسبه ليك كخطيب. بوبو ما يتسابش، المفروض ان الفرصه اللي تجيلك تدعم فيها الفريق تدعمه، ما تسيبهاش وتمسك في الفرصه دي بايديك وباسنانك. انت حاليا بتبرطع في السوق لوحدك، الاجانب، وكنا عازرينك قبل كده وان مشكله الدولار والسيوله وانك انت مش عارف توفر دولار. طب بوبو محلي وهتدفع له بالجنيه المصري، ايه الوضع بقى؟ بص للمدى البعيد اللي انت دلوقتي بتجيبهم فيه ومش هتعرف تحافظ عليهم اصلا، وهتكسب فيهم فيما بعد فلوس اضعاف مضاعفه. ولنا في حمدي فتحي عبر. حمدي فتحي نشوف انت اشتريته بكام وبعته بكام، واحتمال كمان يجي لك من وراه فلوس طول ما هو بيتباع. يعني الموضوع بعيد عن انك انت بتدعم الفريق، انت حتى بتسند الفريق بفلوس، الفلوس دي فيما بعد. يعني انت كنت شاري ديانج بكام والنهارده هتطلع ديانج بكام، وهكذا. حتى اللعيب، او تقدر تفك الفريق بلعيب او 2 لو حبيت تبيعهم، تقدر تدعم بصفقات تانية. وزي ما انت شايف، انت عندك عروض في حمدي فتحي وتباع، وعندك عروض في ديانج
ولسه عايز تبيعه. المهم هات رضا بوبو يا خطيب، وعلشان ديانج كده كده هيمشي وماشي، ومش هتلاقي احسن من رضا بوبو وامام عاشور يلعبوا جنب بعض، وهيسند معاهم مروان عطيه. وانا اعتقد او من وجهه نظري انك انت لما تحط مثلا معاهم اللي هيرجع ان شاء الله اكرم توفيق بالسلامه، يقدر يرجع معاهم في نص الملعب، ويكون معاهم السوليه طبعا كده كده ممكن يجي له اي عرض يطلع بره يامن مستقبله الفتره الجايه، لان السوليه كبير سنا وممكن يطلع يجي له اي عرض يخلص يعني يشطب بيه بره ويرجع يعتزل في الاهلي. ومعاك قندوسي في نص الملعب، معاك قفشه ما مش معروف هيكمل ولا لا. وهتبقى كل مشكلتك بس انك انت تقدر تدعم بمهاجم ومدافع، المهاجم اجنبي والمدافع مصري أم اجنبي ايا كان، المهم انك انت تدعم بمهاجم. ده اهم حاجه بالنسبه للنادي الاهلي دلوقتي بعد خط الوسط. يا سلام بقى لما تخلص مع مصطفى فتحي اللي نادي بيراميدز قرر ان هو ما يفعلش بند الشراء بتاعه، وتروح تشوف اشرف بن شرقي اللي برضه النادي بتاعه استغنى عنه وقال شوف لك عرض. ويا سلام يعني كده تبقى بص اتعشت واستقنيصت كده. بس كده يا صديقي العزيز، دي كانت حلقتنا النهارده. لو عجبتك الحلقه قول لنا رايك في الكومنتات، الصفقه الاهم بالنسبه لك اللي ناقصه للنادي الاهلي. ولو عجبتك الحلقه اعمل لايك واشترك في القناه وخلي الكوره ليك. سلام.